الكرام، يصل في هذه الأثناء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض. السلام عليكم. مبروك يا أخوان. السلام الملكي. الحمد لله جليل النعم باعث الهمم ذي الجود والكرم، والصلاة والسلام على النبي الأمي معلم البشرية وعلى آله وصحبه وسلم. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض، أصحاب السمو، أصحاب السعادة، أيها الخريجون حفلنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحتفل كليات العناية الطبية في هذا اليوم بتخريج نخبة مميزة من طلبتها المسلحين بالعلم والمعرفة ليسهموا في تمكين أبناء مملكتنا الحبيبة وسط دعم وتشجيع من قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. أيها الخريجون الأبطال، ها قد أتى اليوم الذي تقطفون فيه ثمار الصبر وتجنون فيه الخير وتبدأون فيه مسيرة العمل. حق لكم في هذا اليوم أيها الخريجون الأعزاء الاحتفال فخراً والانطلاق طموحاً والتألق إنجازاً. أولياء الأمور الأكارم، ها قد انتهت رحلة أبنائكم العلمية الذين سهرتم على رعايتهم وصبرتم على تربيتهم وبذلتم النفيس على تعليمهم. باسمكم جميعاً أهنئ الطلبة وأولياء أمورهم على هذا الإنجاز العلمي الفريد، ونسأل المولى جلت قدرته أن يوفقهم في حياتهم العملية القادمة. خير بداية لحفلنا البهي آيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ أحمد العبيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صاحب السمو، حضورنا الكرام، الآن يحقق الطلاب أحد أجمل اللحظات في حياتهم، لحظة التمام والاكتمال لتعب سنوات. يتفضل الطلبة الخريجون والخريجات حال سماع أسمائهم تباعاً إلى المنصة لإكمال مسيرة الخريجين. خريجو تخصص التكنولوجيا الطبية الحيوية ماجد بن سعيد القحطاني، خريجو تخصص علوم المختبرات الإكلينيكية الحاصلون على مرتبة الشرف الأولى عيد بن بشير العنزي،
مازن بن سعيد الزهراني مرتبة الشرف الثانية، فهد بن غالي الشمري مرتبة الشرف الثانية، عبد العزيز بن محمد آل سعيد مرتبة الشرف الثانية، رائد بن حمود المطيري، عبد الله بن بدر العليمي، عبد الرحمن بن حمد الرويلي، عبد الله بن محمد هتان. خريجو تخصص رعاية صحة الأسنان الحاصلون على مرتبة الشرف الأولى: سامي بن ثاني العنزي، عايض بن حسن الشهراني الحاصلون على مرتبة الشرف الثانية، سعد بن علي الزهراني، محمد بن صالح الدوسري. باقي الخريجين: وليد بن سعد الغامدي، منصور بن حمد العويرضي. خريجو تخصص الطوارئ الطبية والعناية المركزية الحاصلون على مرتبة الشرف الأولى: نورس بن مروان الحمادة الحاصلون على مرتبة الشرف الثانية، محمد بن مرعي النعمي، حسين بن علي السلطان، عبد الله بن ناصر العتيبي. بقية الخريجين: فهد بن مشهي الظفيري، محمد بن يحيى عريشي، سعود بن فالح المطرفي، محمد بن رضا المهنا، غازي بن نوار العتيبي، خالد بن مكي عسيري. خريجو تخصص الإدارة الصحية الحاصلون على مرتبة الشرف الأولى: سطام بن سعد الجريس، فواز بن ناصر العتيبي، سلطان بن محسن العنزي، سلطان بن مرزوق العتيبي، طويرش بن محمد الدوسري، محمد بن حسن العتيبي، ماجد بن خالد الجار الله، علي بن أحمد عسيري. الحاصلون على مرتبة الشرف الثانية: يزيد بن صالح الغصن، الوليد بن عبد الله السلطان، محمد بن عبيد السقياني، عبد الله بن فهد السلمي، أحمد بن عبد الله الشمري، ناصر بن سالم البقمي، محمد بن عبد الله الجعفر. بقية الخريجين: تركي بن محمد الشهري، مشعل بن نامي العتيبي، راكان بن بندر الدرع، عبد الإله بن خالد العتيبي، مسفر بن ناصر السليم، نواف بن نايف المطيري، نادر بن ناصر العتيبي، أحمد بن علي النخلي، نواف بن حمود القحطاني. خريجو تخصص المعلوماتية الصحية الحاصلون على مرتبة الشرف الأولى: عبد الله بن جرمان الدغيلبي، إبراهيم بن حمد السنيد، وليد بن هادي فقيهي. الحاصلون على مرتبة الشرف الثانية: بركات بن شميلان العازمي، تركي بن مطلق المطيري، عادل بن شايع العصيمي، تركي بن زيد الرعوجي. بقية الخريجين: مشعل بن حمود المطيري، أنور بن خالد باصهي، مشاري بن منصور الفجحان، صالح بن محمد ناصر، محمد بن سعود الحربي، نايف بن صالح المطيري، إبراهيم بن شعبان العسيري. خريجو تخصص علوم التمريض الحاصلون على مرتبة الشرف الأولى: خالد بن طريق المطيري، محمد بن عبد الله السريبي، محمد بن مقبول هزازي. الحاصلون على مرتبة الشرف الثانية: مكرم بن ملفي المطيري، فيصل بن بركات المطيري، عادل بن عبد الله البارقي، عبد الله بن صالح الجنيح، محمد بن عيسى المطيري، عبد العزيز بن غازي البلاجي، ثامر بن يحيى مقري، عبد الله بن نشمي المطيري، أحمد بن عبد الله البازي، عبد الله بن أحمد الدوسري، شاكر بن يوسف الزيد، محمد بن فراج الدوسري، سعد بن خلف العنزي، جابر بن زكريا برناوي، محمد بن خلف العنزي، سلطان بن حسين العنزي، محمد بن سعد عسيري، سلطان بن محمد العتيبي، محمد بن راشد العتيبي، عبد الرحمن بن سعد الدوسري، بندر بن نافع الرويلي، عبد الله بن فيصل العنزي، نياف بن ناصر المطيري. خريجو تخصص العلوم الإشعاعية الحاصلون على مرتبة الشرف الأولى: محمد بن سعود العنزي، فيصل بن فالح الحربي. الحاصلون على مرتبة الشرف الثانية: جابر بن حسن الشريفي. بقية الخريجين: أحمد بن محمد لصف، فادي بن أحمد عماري، سعود بن عبد الله الغامدي. خريجو تخصص العلاج التنفسي الحاصلون على مرتبة الشرف الثانية: محمد بن فهد حكمي. بقية الخريجين: نايف بن ضيف الله العتيبي، نواف بن علي الشهري، محمد بن أحمد العيسى، مصطفى بن محمد الحميد، عمار بن إبراهيم الناصر، عبد الرحمن بن منذر سويدان. خريجات تخصص التكنولوجيا الطبية الحيوية: منال بنت عياد الشمري، أنوار بنت محمد العنزي، ذكرى بنت ناصر الزهراني.
خريجات تخصص علوم المختبرات الإكلينيكية الحاصلات على مرتبة الشرف الأولى: دانا بنت وجيه الرفاعي، زينب بنت عبد العزيز المدن، عائشة بنت حسن الشهري، إيمان بنت يوسف الحداد، سمية بنت إبراهيم آل زين، سارة بنت سعد المنصور، أشواق بنت حسن مصلوف الحاصلات على مرتبة الشرف الثانية، بيان بنت عمر باذياب، الهنوف بنت يوسف الدخيل، كوثر بنت عبد العزيز بكر. بقية الخريجات: الجوهرة بنت صالح الماجد، أجواد بنت عايض عسيري، حكمة بنت حبيب محمود. خريجات تخصص رعاية صحة الأسنان الحاصلات على مرتبة الشرف الأولى: نادين بنت عاهد نبريس. بقية الخريجات: نيرة بنت صلاح المطرة، إلهام بنت عبد الله آل مشاري. خريجات تخصص الطوارئ الطبية والعناية المركزة الحاصلات على مرتبة الشرف الأولى: رهف بنت عبد الله العبيدي، تهاني بنت غيثان القرني، رغد بنت محمد زين. الحاصلات على مرتبة الشرف الثانية: دانا بنت ميرزا الفرج. بقية الخريجات: فرح بنت تركي آل شيخ، نوف بنت عبد الله المطيري، فاطمة بنت أحمد مسعود، هدى بنت أحمد تركي، العنود بنت ماجد حريب، هيفا عبد الرازق السوادي، أنوار بنت فهد المطيري، رزان بنت يحيى البيشي، نيرة بنت محمد آل مطير، شهد بنت غدير العنزي. خريجات تخصص الإدارة الصحية الحاصلات على مرتبة الشرف الأولى: ريم بنت مرضي العنزي، فاطمة بنت محمد الحمدان، عبير بنت سعود الصيفي، أماني بنت عبد المحسن الشمري. الحاصلات على مرتبة الشرف الثانية: هاجر بنت محمد الحمدان، هدى بنت حسين شراحيلي. خريجات تخصص المعلوماتية الصحية الحاصلات على مرتبة الشرف الأولى: وفاء بنت مناحي البقمي، نيفة بنت سعدي المطيري، حنان بنت عودة الجهني، سعاد بنت عبد الله الغامدي، مريم بنت محمد القرني. الحاصلات على مرتبة الشرف الثانية: نورة بنت جدي المطيري، إيمان بنت فيصل الخالدي، رغد بنت ملوح العنزي، بدور بنت محمد العنزي. خريجات تخصص تقنية الطب النووي الحاصلات على مرتبة الشرف الأولى: بارع بنت فرحان العنزي، منى بنت علي البيشي، دلال بنت زكي يعيش. الحاصلات على مرتبة الشرف الثانية: رغد بنت علي نفيسة، عهود بنت لافي الحربي. بقية الخريجات: ناريمان بنت عبد الله الزهراني، خلود بنت خالد المطيري، أروى بنت محسن العنزي. خريجات تخصص علوم التمريض الحاصلات على مرتبة الشرف الأولى: عزيزة بنت شويش العنزي، خلود بنت سعد الجابر، إيمان بنت محمد العنزي، هيلة بنت حمد الدبيخي، منال بنت مسفر الحربي، أسماء بنت ناصر الفهيد، هدى بنت علي السيافي، شمعة بنت محمد آل بواح، فاطمة بنت سعيد الشهراني، ريم بنت غازي المطيري، أمل بنت عبد الله الأحمري، أفنان بنت سعد الدوسري، شهد بنت معيض العنزي، رفعة بنت شائع الدوسري، هند بنت حسين العنزي، غادة بنت مران العنزي، تغريد بنت هلال العنزي، زهراء بنت عبد الله الصادق، عداري بنت عائد العنزي، بشائر بنت عايض الشهراني، نوف بنت محمد العتيبي. الحاصلات على مرتبة الشرف الثانية: نوال بنت حمود الغامدي، فاطمة بنت حسين الغامدي، مي بنت حمود الجميلي، فيحاء بنت فالح المطيري، دلال بنت عبد الله الحربي، عبير بنت سلطان العنزي، هدى بنت سالم الشهري، غادة بنت محمد الشمراني، رهف بنت محمد العنزي، صالحة بنت علي الشمراني، وضحى بنت أحمد المحارفي، فاطمة بنت عبد الله القرني، ميعاد بنت عبيد الله المطيري، سارة بنت مسعود الدوسري، ونسة بنت سودي رويلي، ارتفاع بنت ساير المطيري، سهى بنت عبد العزيز الرحيمي، سلمى بنت حضيض المطيري، إيمان بنت فرج الشهراني، نصرة بنت خلف العنزي، سارة بنت عبد الله الناصر،
منى بنت تركي العنزي، غادة بنت إبراهيم العنزي. مشاعل بنت وصل العتيبي، مشاعل بنت هلال العنزي. أفنان بنت فيصل جستنية، شادية بنت غدير العنزي. بقية الخريجات: غدير بنت عبد الله الحربي، وداد بنت عبد الرحمن الأسمري، أماني بنت عواد الحازمي، فاطمة بنت ناصر الهزاع، مروة بنت صالح سالم، تهاني بنت خلف العنزي، بدرية بنت أحمد الفيفي، منى بنت عبد الله حسن، هدية بنت قاري عواجي، حكيمة بنت فايد الرشيدي، نورة بنت عبد الله الدوسري، نهى بنت أمير طلال، هدى بنت عامر الحربي، زهراء بنت محمود الجمعة، دلال بنت عبد الله العنزي، دنياء بنت عيسى شريفي، لطيفة بنت عبد الله الدوسري، فايزة بنت صبيح الخالدي، أشواق بنت أحمد محبوب، شيماء بنت عبد الله الدوسري، جهير بنت مبروك بن عبد الله، منار بنت صالح المالكي، منال بنت جابر الرويلي، العنود بنت فرج آل مشاري، ريناد بنت عبد العزيز القحطاني، أسماء بنت إبراهيم العنزي، خلود بنت يحيى سفياني، لمياء بنت عبد الله الغامدي، سارة بنت سلمان السلمان، هيا بنت نزال العنزي، رهف بنت فهد الرشيدي، ريم بنت فرحان الحربي، سلمى بنت محمد هوساوي، شريفة بنت صالح الشهري، شوق بنت مرعيد العنزي، موضي بنت صالح الشمري، فاطمة بنت عبد اللطيف النعيمي، نورة بنت صالح القرني، ريما بنت المهدي الرويلي، لمياء بنت عليوي الزعبي. خريجات تخصص العلوم الإشعاعية الحاصلات على مرتبة الشرف الأولى: ندى بنت سالم بالعبيد، غيداء بنت محمد مهيوب، جواهر بنت عايد المطرفي، فاتن بنت عبد الله العتيبي، وجدان بنت فاضل عمر. الحاصلات على مرتبة الشرف الثانية: أحلام بنت خالد العتيبي، إيمان بنت عبد العزيز القريشي. بقية الخريجات: فاطمة بنت صالح الجوفي، سهام بنت عبد الله حدادي، منال بنت علي العتيبي، العنود بنت عبد الرحمن العقيل. خريجات تخصص العلاج التنفسي الحاصلات على مرتبة الشرف الأولى: عائشة بنت جعفر الحيمري، شيخة بنت فهد الشبرين. الحاصلات على مرتبة الشرف الثانية: لانا بنت ثقل الشكرة، نورة بنت عبد الله العياف، أسماء بنت عمر المديفع، لمياء بنت فايز الرويلي، رهف بنت علي آل دريم. بقية الخريجات: زهراء بنت عبد الله البحار، أريام بنت عوض العنزي، أمل بنت محمد الزهراني، مها بنت محارب العنزي، روان بنت خالد المقيط، شيخة بنت منيف الخالدي، شادن بنت بدر الأيدة. حفلنا الكريم إنها ليلة تتويج لمسيرة علمية حافلة مملوءة بالجد والكفاح والمثابرة، تنتهي اليوم لتبدأ من بعدها صفحة جديدة للحياة العملية التي سوف يثبت فيها طلابنا كفاءتهم واستحقاقهم لشهاداتهم العلمية. كلمة الخريجين يلقيها الخريج مازن بن سعيد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، أساتذة الأفاضل، آباءنا وأمهاتنا الكرام، إخواني الخريجين، أخواتي الخريجات، حفلنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تتجلى اليوم في أرجاء هذا الصرح العلمي الشامخ لحظات فارقة، حيث نحتفل بإنجاز عظيم بعد مسيرة حافلة بالتحديات. أتذكر بوضوح أول يوم لنا في كليات العناية، كنا جميعا متلهفين وحالمين بمستقبل مشرق في مهنتنا النبيلة، وكم كانت أيامنا الأولى مليئة بالخوف والترقب، ولكن بفضل أساتذتنا الأفاضل الذين غمرونا بحنانهم استطعنا أن نتجاوز تلك الصعوبات. نعم، كان الطريق شاقا، ولكن إرادتنا وعزيمتنا كانت أقوى من أي عائق. صاحب السمو، لقد كان لحضوركم أثر بالغ في نفوسنا، فقد شعرنا بالفخر والاعتزاز لمشاركتكم فرحتنا في هذا اليوم المجيد، فتشريفكم الرفيع ألبس حفلنا حلة من البهاء والرونق. ولطالما كنتم داعمين للعلم والتعليم ورائدين في تشجيع الشباب على طلب المعرفة والتحصيل العلمي، فشكرا جزيلا لكم صاحب السمو. أيها الأساتذة الكرام، لقد كنتم لنا بمثابة الآباء والأمهات، ترشدوننا نحو الطريق الصحيح، وبفضلكم استطعنا أن نكتسب المعرفة والخبرة اللازمة لمهنتنا النبيلة، فقد غرستم فينا حب العلم وعلمتمونا كيف نكون متفانين في خدمة المرضى، فلكم وافر الشكر والفضل. أيها الآباء والأمهات الأفاضل، كم كانت تضحياتكم جليلة وآلامكم كثيرة في سبيل إسعادنا، فكنتم تركضون خلف أحلامنا قبل أن ندرك معناها. لقد صغتم أحلامنا من طين الصبر والمثابرة، وزرعتم في عقولنا بذور الفضيلة والأخلاق الحميدة، واليوم نحن نحصد ثمار جهودكم، وبفضل دعائكم الصادق نستقبل شمس المستقبل الباسمة، فجزاكم الله عنا خيرا يا قدوتنا ومثلنا الأسمى في الكفاح والبذل والوفاء. زملائي الأعزاء، يجب أن نتذكر دائما سبب اختيارنا لهذه المهن النبيلة. عندما كنا صغارا ربما رأينا أحد أفراد أسرتنا أو جيراننا يعاني من مرض أو إصابة، وشعرنا بالعجز تجاه مساعدتهم. اليوم ها نحن نتخرج كممارسين صحيين، لدينا الآن القدرة على تخفيف المعاناة وإنقاذ الأرواح، ولكن يجب أن نتذكر أن هذه ليست مهنة عادية، إنها رسالة إنسانية سامية. سنكون نحن من يمسك بأيدي المرضى ويشجعهم على مواصلة الأمل، سنكون سندهم عندما يصبحون ضعفاء، وستكون ابتسامتنا هي البلسم الذي يخفف من آلامهم. حفلنا الكريم، قبل الختام لا يفوتني أن أتوجه بجزيل الشكر والامتنان لكلياتنا الحبيبة، كليات العناية الطبية، هذا الصرح العلمي الشامخ الذي أضاء لنا طريق المعرفة والنجاح، فقد كانت بيتنا الثاني ومنبع علمنا وخبرتنا، وستبقى دوما محفورة في قلوبنا وعقولنا. وختاما أتمنى لكم مستقبلا مليئا بالنجاح والسعادة، وأن تظلوا دوما مثالا يحتذى به في مجتمعكم وفي ميادين عملكم، وأن تبقى ذكرى هذا اليوم الجميل خالدة في قلوبكم وفي ذاكرة الزمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الأكارم، انطلاقا من رؤية المملكة 2030 حرصت كليات العناية الطبية على تخريج طلبة مؤهلين للانخراط في سوق العمل من خلال طرح برامج في التخصصات الصحية النادرة، التزاما بعهدنا تجاه عراب طموحنا الأمير الشاب الملهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. الكلمة لسعادة الدكتور سامي بن عبد الكريم آل عبد الكريم الرئيس التنفيذي لكلية العناية والعلوم الطبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود، نائب أمير منطقة الرياض حفظه الله، أصحاب السمو والسعادة الأفاضل، أهالي الخريجين، خريجي كليات العناية،
الطبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم جميعا في رحاب كلياتنا، كليات العناية الطبية، في هذا اليوم الميمون والذي يبهجنا فيه تشريفكم وحضوركم لحفل تخريج الدفعة العاشرة للعام الجامعي 2023-2024، حيث نزف اليوم ما يربو على 540 خريج وخريجة يمثلون 540 قصة نجاح واعدة عنوانها الطموح والعزيمة نحو نهضة الوطن وتمكين المواطن، وقصص بدأت بالحلم وكبرت بالعزم وتكللت بالنجاح ولله الحمد، محملين فيها بالعلم والمعرفة، وقبل ذلك كله بالإيمان بالله ثم حب الوطن والقيادة الحكيمة. حفلنا الكريم منذ أكثر من 13 عاماً انطلقت كليات العناية الطبية لتسهم في دعم القطاع الصحي بالكوادر المؤهلة وصولاً إلى تحقيق واقع صحي متميز ينعم بجودة حياة رفيعة لأبناء هذا الوطن. ولتحقيق هذه الغاية السامية عملت الكليات على تطوير كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي، فحصلت برامجها الأكاديمية على الاعتماد الأكاديمي البرامجي في فترة زمنية قياسية، واستقبلت أولى دفعات طلبة الدراسات العليا لمرحلة الماجستير في ثلاثة برامج رائدة، ويتم العمل على البدء بالقبول لنفس المرحلة في البرامج المتبقية. حضورنا الأعزاء، ولأن التعليم الجامعي لا يكتمل إلا بتوفير بنية تحتية حاضنة للإبداع والابتكار، أسست الكليات وحدة بحوث متميزة ولم تألو جهداً في توفير أحدث التجهيزات، ووفرت في هذا المجال موارد بشرية ومالية وأجهزة متطورة يندر وجودها في أغلب المؤسسات التعليمية ولله الحمد. صاحب السمو، إنه لمن دواعي سروري أن يرعى سموكم حفلنا هذا، ولأننا ندرك أننا جزء حيوي من مشروعات مدينة الرياض عاصمة مملكتنا الحبيبة. قامت الكليات بتطوير البيئة التحتية للموقع العام للكليات بما يواكب متطلبات مشروع الرياض الخضراء، ضمن سعيها الدؤوب لتطوير المباني بالتوازي مع تطوير العملية الأكاديمية. أميرنا المحبوب، في يوم زاه كهذا اليوم نقف وقفة تقدير وإجلال يتوجها الشكر والامتنان لقيادة هذا الوطن، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين محمد بن سلمان عراب، على ما بذلوه ويبذلونه من دعم العلم والتعليم. الآباء والأمهات الأفاضل، هنيئا لكم هذا الإنجاز، ولتقر أعينكم بما حققه أبناؤكم من نجاح. واسمحوا لي أن أشكركم على ثقتكم الغالية في كليات العناية عندما أودعتمونا أعز ما تملكون، وها نحن اليوم نسلمكم الأمانة، وها هم أبناؤكم وبناتكم يقفون أمامكم ثمار خير وزرع طيب بإذن الله. أصحاب السعادة عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، لم يكن التخرج ليكن لولا فضل الله ثم جهودكم وما وصلتم إليه ومهبتم طلبتكم بالعلم ومعرفة ومسؤولية وأخلاق، ولا يفيكم الشكر ولا يحيطكم الامتنان. ولا أنسى شكر جميع منسوبي الكليات في جميع قطاعاتها المختلفة على ما بذلوه من جهد وسعي للتميز والنجاح، من عميدها إلى عامل نظافتها. خريجونا وخريجاتنا، يا من رسمتم وجه العناية وحققتم هويتها ورفعتم من اسمها بتميزكم، ها هي تفخر بكم وتحتفي معكم بالإنجاز
أوصيكم ونفسي بتقوى الله في أنفسكم أولا، وفي من ضحى لأجلكم أمهاتكم وآباؤكم. راقبوا الله في مرضاكم، وكونوا في كل هذا شغوفين برد الجميل لهذا الوطن المعطاء، فامضوا لخدمته وبنائه حتى تحت ظلال القيادة الحكيمة التي تؤمن بأن الإنسان هو ركيزة التقدم والازدهار. وختاما، سمو الأمير، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نشكركم شكرا جزيلا على حضوركم وتشريفكم ورعايتكم لحفل أبنائكم وبناتكم الخريجين، وأتقدم بخالص الشكر الجزيل إلى اللجنة المنظمة برئاسة سعادة الدكتور فهد المقبل وكيل الكليات عميد كلية التمريض على ما بذلوه من جهود لإنجاح هذا الحفل. أيها الحفل الكريم، لا أقول وداعا، وإنما أقول على دروب الخير نلتقي في محافل قادمة لنزف المزيد من الكفاءات الوطنية لخدمة هذا الوطن الغالي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السمو، حفلنا الكريم ولأنها مهن تعنى بالإنسان هو الأولوية، يجلل القسم هامات خريجينا ويمنحهم هالة الرحمة والإخلاص. قسم الكليات الصحية يتفضل بإلقائه سعادة الدكتور فهد بن مقبل المقبل وكيل الكليات. أقسم بالله العظيم أن أمارس مهنتي بكل إخلاص وأن أرفع من شأنها وأن أقدم العناية الصحية اللازمة لكل المرضى وأن أحترم إنسانيتهم وأحافظ على أسرارهم وأستر عوراتهم وأن أمتنع كليا عن أي عمل غير أخلاقي وأن أمتثل بتعاليم الإسلام وبأخلاقيات المهنة والله على ما أقول شهيد. يتشرف الآن سعادة الدكتور سامي بن عبد الكريم بتقديم هدية تذكارية لضيف الكليات الكبير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود. شكرا صاحب السمو لتشريفكم حفلنا هذا، وإلى أن نلتقي بحول الله تعالى في مناسبات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالعناية يا المصدرة فالمعايش وخطية
Hey,